المجتمع اليوم في حاجة ماسة إلى التماس العذر. هذا واحد طلب من واحد حاجة ما هي عنده، فراح خذاله يا أستاذنا الغالي اليمني، يمن الله دربك ودرب الحاضرين في الدنيا والآخرة، فخذاله بشت وعود هندي، فقال معذرة والعذر بشت وعود هندي، عيضت لك في لزوم ما تهيأ، أنت تبغى حاجة ما هي بعندي، جيت راعيها علشانك وعيا. يعني بعض الناس يبي من كل حاجة. وأعود لبن جدلان. بن جدلان زار واحد عندنا في وادي الدواسر، ولما زاره كان الله يغفر له ببساطة بن جدلان جاي على تاكسي، قال لا روح راعي التاكسي لين تحاسبه، ترى ما معي قيمة التاكسي، اللي في يده مو بله كريم. ولما جاء ضيفه الدوسري الدواسر وضيفه وذبح القعود، ولما جاء بيروح روحت التاكسي قال عندك الجيب وفيه 100,000، الجيب وفيه 100,000، هذا اتصال بسالفتك، بدل تاكسي ب 120 ريال وخذ الجيب ب 100,000 عقب ما ضيفه على القعود. فكان يقول ابن جدلان ما كل يسد الحال تشرح لها الأحوال، العربان بالعربان ما هي مكلوفة، أما يشرح الرجال ظرفه على رجال ولا يسكت الرجال لا يشرح ظروفه. أما يشرح الرجال ظرفه على رجال ولا يسكت الرجال لا يشرح ظروفه. وآخر حتى لو ما عندك شيء اعتذر بأسلوب جميل، مثل ما ذكر حبيبنا العريض، اعتذر بأسلوب جميل. جاء صاحبه لما جاء قال جيتك وانا ضايق وناقصني فلوس، عودت ناقصني فلوس وكرامه. الله كلمة جميلة. الله. ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل، افعل المعروف ولو في غير أهله، فإن لم يكن أهله فأنت أهله، حتى لو ما كان أهله الطرف الآخر أنت أهله، وكل ينفق مما عنده. الثوم تعصره يطلع ثوم، الورد الطايف يطلع ورد، فخلك دائما أنت الورد. بن جدلان يقول ليتني مثل النخل واعطي تمر لاجل ما يزعل علينا فلان ولا فلان، ليتنا مثل النخل نعطي تمر لاجل ما يزعل علينا فلان ولا فلان. النخلة ترجمها تعطيك ثمرا جميلا طيبا، ما عمر النخلة رجمتها وأخذت الحجر بعدك ثم رجمتك في رجلك، لا، تعطيك ثمر جميل. كن كالنحلة لا تقع إلا على طيب، على الزهر وتخرج الطيب. كن كالعود كلما حركتك التجارب والمصائب كلما طلعت رائحتك الزكية. وفي نوع من الحشرات يقتلها رائحة العود الأزرق، مو هو بذنب العود الأزرق، ذنب الحشرة المنكوسة نعم، ما هو ذنب العود الأزرق. يقول الطيب ما تستغربه منها للطيب اللي لهم في ماضي المجد خبرة، فأنا أقول الطيب ما تستغربه من لجاويد، مش جابوا لنا طيب طيب، الطيب ما تستغربه منها للطيب اللي لهم في ماضي المجد خبرة. أوسع على الأجواد لجاويد، أوسع على الأجواد من فيض تشعيب، واضوق على الأنذال من ثقب الإبرة، راسم بلي إحساس ذا نقله صعيب، مثل القلم ما ينفع إلا بحبره، قلم بدون حبر ارمى ما في فايدة، ما هو كاتب لك لا شيك ولا كاتب لك صك عساق. ثم أحبتي أيضا مهم جدا أن الإنسان ما يسب أحد. أيضا ابن جدلان لهم يقول ليتني يوم انحرت طيب الحاجة هنصرف ملقاه ولا أقضي لزومي، لن ماني بتلفت في العواجة، ما يسب الطيبين إلا الرخومي، بل أن الطيب والمعروف والعذر يستمر لك حتى بعد وفاتك. أحدهم يقول اتصل عليه ولد صاحب الله توفي، قال تعرف تلفوني؟ قال لا بس أبوي كاتب في تلفونه، أبوه متوفي قبل أسبوع، أبوي كاتب يقول إذا احتجت حاجة كلم على هذا الرقم، إذا احتجت حاجة كلم على هذا الرقم. شوف كيف التواصل حتى بعد الوفاة. لذلك الأصدقاء والأحبة الفضلاء مثلكم وشرواكم يمتد نفعهم في الحياة وبعد الممات بالدعاء بالعذر بالاعتذار. واعذر صاحبك، ما هو بلازم منك على ما قال قال رفيقا يعاتبنا ويزعل على تفه شيء، ما نبغى معه رفقه ولا نبغي يميانه، علينا من الدنيا الضغوط مه بشوي، يحسب ان الله خلقنا علشانه، ما عندي الله. كل اللي تبيه انك بعطيك علشان. فأتيد لك ايها العريض دائما مداخلاتي 3 دقائق 4 دقائق، ما احب اطيل، واعودوا لنا بعد قليل.